ليش بينجح بعض الكذابين بإقناع الجميع؟ أحياناً بتسمع شخص عم يحكي والقصة اللي عم يقولها مو صحيحة، بس الغريب إنه الكل مصدقه. ليش بيصير هالشي؟ أول سبب هو الثقة بالنفس. الكذاب اللي بيحكي بثقة وبيطلع بعيون الناس وبيحكي بدون تردد بيعطي انطباع إنه صادق. الناس غالباً بتميل تصدق الشخص الواثق حتى لو كان كلامه غلط. السبب الثاني هو التفاصيل. بعض الكذابين بيعرفوا يضيفوا تفاصيل صغيرة للقصة، أسماء، أوقات، مواقف، وهالتفاصيل بتخلي القصة تبين واقعية أكثر. السبب الثالث هو معرفة نفسية الناس. الكذاب الذكي بيعرف شو الناس بدها تسمع، فبيحكي الشيء اللي بيوافق توقعاتهم أو رغباتهم، وهيك بيصير تصديقه أسهل. وفي سبب مهم كمان، كتير من الناس ما بتحب تشك بالآخرين. العقل البشري بطبيعته بيفضل الثقة بدل التحقيق بكل كلمة. وفي سبب أخير خطير شوي، بعض الكذابين بيكرروا الكذبة كتير مرات، ومع التكرار الكذبة بتصير مألوفة، والعقل أحياناً بيبلش يتعامل معها كأنها حقيقة. بس الحقيقة النفسية البسيطة هي مو كل شخص مقنع هو صادق، وأحياناً أقوى الكذبات هي اللي تقال بثقة كبيرة.